بكم مع أبونا شمعون لدراسة اللغة الأشورية. أبونا فرجينا شو بجعبتك، هاي الحلقة 24. تفضل. نعم نعم نعم، خلي شوف النص، أشوفكم النص النص والنص النص النص والنصر النصر. أيوة، أين النص؟ أيوة، أكبر النص، عملوا هيك. هل أنت شايف النص؟ خليه هيك. لا، ايوه 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 ايوه، حلو حلو هيك، حلو هيك، ممتاز. ايوه ايوه زين. فنحن كم اذا حاب بل هذول الامور الاضافيه فوق اذا تريد من تحت كما. ايوه هون، ايوه هون، من هو، ايوه ايوه، افارم عليك. ايوه هيك يكون نظيف حلو، ونزله شويه، نزله شويه مشان ما يشوفوش جزء من وشي. ايه، نزله شويه اذا عرفت، اذا عرفت. ايه لا لا، بده يقعد ما عم يسجل. تنزل ايه، لأنه مسوي هذه ايوه ايوه ايوه، شيء غريب معه بلا شك. ايه 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 ايه، لازم ولا هيك حتى ينزل. أرجع إلى السابق حتى ينزل. ايوه هيك حلو جدا. ايوه فارم عليك. يلا. إيه شفت. لا لازم أبقى أبقي على هذول يلا، الله بعين، الله بعين، ما أيوة، مشكلة. أبقي عليها حتى. لا حتى رجع نفسه. ايوه يلا هيك هيك، حلو حلو. أوكي هيك مليح. هيك. فنحن في الدرس هذا راح نراجع شوية الشيء اللي انتهينا منه في الدرس الحلقة السابقة. ايه، وهي مشتقات الفعل. كنا شفنا الجذر الفعل وأنواعه، اليوم مشتقات الفعل. والبالآشوري هي برعي، برعي باء تحتها كسرة قصيرة وراء ساكنة، عين هذه عين كسرة طويلة، وألف برعي، برعي فروع يعني فروع. ايوه سعرانا، سعران دلت ساكنة، سين سمكة على لها ضمة، وعين هنا ساكنة سع، ريش فوق نقطتين هي كسرة فتحة طويلة، ونون أيضا فتحة طويلة، وألف، فتصير برعي سعرانا، سعرانا ثلاث مرات سعرانا. أوكي. قلنا بعد التعرف على جذر الفعل ننتقل إلى فروع أو مشتقات الفعل. الفعل فروع أو مشتقات عدة. أيوة، مثل ما تخرج الفروع الشجرة من جذرها، هكذا نشتق فروع الفعل في اللغة الآشورية المعاصرة من جذره. وفروع الفعل عندنا هي 4: اسم الفعل، اسم المرة، اسم الفاعل، اسم المفعول. ايوه ايوه. اسم الفعل شم سعرانة. شم هي تقصير أو جزم لكلمة شما، فتصير تقصر أو تجزم، تصير شم، شم سعرانة. اسم الفعل سعرانة شفنا فوق أنه معنى الفعل. نعم. فاسم الفعل. اسم الفعل ويدعى أيضا المصدر المجرد، ليس له زمان أو جنس أو عدد، لذا يدعى أيضا لم تخمة، غير محدد، ما عنده لا جنس لا زمن، لا هو مؤنث ولا هو مذكر ولا هو في الوقت الحاضر ولا ماضي ولا هيك، ولا عنده جمع، ما عنده جمع، هو هيك. هذا اسم غير محدد. أيوة. ويشتق من جذر الفعل كما يلي. أولا من الجذر الثلاثي، واحد من الثلاثي السالم، ثلاثي في سالم وفي معتل كالعربي. أيوه. يكون بتسكين الحرف الأول وتغيير حركة الحرف الثاني إلى سقاطة أو فتحة طويلة. أنا أظن بعد واشي يعني تدريجيا المشاهد المستمع المتابع راح يتعلم شو اسمه
اسم الحركات هاي سقافة يعرف أنه فتحة طويلة تمام. أيوة. يعني تدريجيا طبعا واحد من كثر التكرار فيتعلم يحفظها. ويعطى حركة سقافة أيضا يعني فتحة طويلة أيضا للحرف الأخير اللي هو ساكن عادة. الجذر الثلاثي هو مكون من ثلاثة أحرف طبعا. السالم منه هو جذر قلنا سابقا في الحلقة الماضية. السالم نسميه لأنه ما في أي من الأحرف أحرف العلة أو أحرف الناقصة، لذا يعتبر السالم يسمى سالما، نفس الشيء بالعربي. فهنا عندنا المثال ذكرنا ما هي أحرف العلة في السرياني؟ في السرياني نحن عندنا حرفين فقط، وهو أليف والياء. ألف أيوة. يوت. احنا بالعربي الواو. ثلاث. لا الواو، نعم كمل. أيوة ثلاث، ألف واو ياء. بس باللغات الأخرى أكثر. اللغات الأخرى طبعا عندهم أكثر. فويل أو إي واو مثل هيك. صح. فهمت علي؟ احنا نعم. بالعربي عندنا ثلاث، وبالسرياني بالأشوري في اثنين. كمل. أوكي. فعندنا المثال الأول هذا الجذر هو أخذت أنا بارش، ويعني يفرز أو يفصل. بارش هذا الجذر، فتصير براشا. ليش؟ لأنه قلنا تسكين الحرف الأول، سكننا الأول اللي هنا بي، وغيرنا حركة الثاني من الكسرة الطويلة إلى الفتحة الطويلة. في هالحالة هو ريش. أيوة. ريش من ري صار را، والباء أيوة. ساكنة برا، يصير برا. بعدين يجي الحرف الثالث هو الشين وهو ساكن، أعطيناه أيضا سقافة حركة يعني طويلة، فتحة طويلة، صار شا، فصار برا شا. أيوة هاي حلو. شا. فالتسكين أنتوا بتعملوه بحذف الحركات عنه. حذف الحركة عندما ما في حركة يعني معناها ساكن. بالعربي لا، احنا بنحط سكون. انتم عندكم علامة في العربي. بالعربي في حط زيادة للتنبيه. ايوه زيادة. ايوه حلو. بس بالاشوري عدم وجود حركة هو يعني انه ساكن. سكون. ايوه اختصار مفيد. هي ساكنة طالما ما لها اي حركة، هي ساكنة. اي هل انتبهت؟ اي. فاذا باء ساكنة، ري راء يعني فتحة، را برا هاي مقطع الاول، وشا شين عليها فتحة طويلة، والالف طبعا الالف النهاية الف الختام، فتصير برا شا. يعني هذه الكلمة مكونة من مقطعين. تمام. المقطع الأول هو برا، المقطع الثاني شا، برا شا. أيوة. وأيضا نفس الشيء عندنا مثال آخر، الجذر هو زامر، هذا الثاني زامر ومعناه يغني. هيك بنقول المزمور. مزمور هو أغاني يعني أناشيد. مزمور شو هو؟ أناشيد، لأنه كان ينشدوها. تمام. ينشدوها وأيضا يضربون بالدفوف معها ويرقصون. بيستعمل الزامور أو الدبكة هذه الدبكة شو اسمه هذا شو اسمه الدبكة؟ الطبل. ايوه الطبل الصغير هذه. فحسب ما يقول الكتاب المقدس فكانوا يطلعون احتفال يعني مسيرة، احنا نسميه زياح يعني يزيحون التابوت العهد او غيره امور، يطلعون هيك مسيرة ويقولون يرتلون او ينشدون المزامير ويرقصون عليها وعلى هيك. فلذلك سميت مزامير مزمورة من زمارة، زامر زمارة، اسم الفعل زمارة، جذر زامر اسم الفعل زمارة. بنفس الطريقة الأول الجذر الأول عملنا نفس الشيء، يعني سكننا الحرف الأول يعني أخذنا منه حركة الألف الفتحة الطويلة، والثاني غيرنا حركته من كسرة طويلة إلى فتحة طويلة، وفي الحالة ميم فصار ما، فالزي زا ساكنة فتدغم مع الميم التي لها حركة فتحة فيصير زما نلفظها مع تمام، لأنه ما لها حركة هي ساكنة. زما. بعدين الراء هاي راء الأخيرة هي ساكنة في الجذر دائما الحرف الثالث، أعطيناه أيضا فتحة طويلة
صار را وختمنا بألف هذه، فصار زمارة من زامر، زمارة من زامر. أيوة. زامر الجذر، زمارة اسم الفعل المشتق منه. أيوة. كذلك كتاوى من كاتو، البيت هي كاتب كاتف، كان بالبداية كان يقولوها كاتف في، كان يلفظوها هذه، بس نحن اليوم وسواء بالقديم أو الحديث يعني السرياني الشرقي الكلدان والآشوريين ثانيتهم يلفظوها واو، يحطون هاي النقطة الكبيرة تحتها للدلالة على أنها رققت. شفت في بعض الكتب هذه أنا كنت أقول تليين، عملية تليين الحروف. أيوة. تمام، اللي نعطيها يعني نعطيها صوت آخر أو لفظ آخر، يعني هذا يسموها عملية ترقيق. أيوة 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 أيوة. تليين، أنا سميت تليين لأنه ترجمتها من الآشوري من السرياني، كيخة راكخ ركاخة، يعني لين يلين، راكخ فملينة هي، نحن نسميها تركيخة، يعني الحروف الملينة، فصوتها قاسي يصير لين، قاسي وهو لين، تمام، يصير لين على أساس. فكاتو هذه معناه يكتب. أيوة. يكتب، فمنها نشتق الاسم الفعل تاعو يكون كتاوى بنفس الطريقة، هاي القاعدة اللي كتبتها أنا فوق. نعم. أيوة. وكذلك من زارق يصير زراقة، زارق. أيوة. نسكن الأولى، نعطي حركة فتحة طويلة للثانية بدل الكسرة بتاعها، بعدين الثالث نعطي أيضا فتحة طويلة فيصير زراقة. أوكي، ويعني شروق زراقة. أيوة. شروق. هون يعدي عندك في الفصل الثاني عشر أنا في الكتاب هناك ألواح بكل هذه الأمور هاي. فاللوح اللوح الثاني عشر، الفصل الثاني عشر، اللوح رقم 1 هو لكل الجذور الثلاثية الموجودة في اللغة الآشورية. حلو. كلها واحد يقدر يراجع. وبعدين هذه من الثلاثي السالم. أما نجي إلى الثلاثي المعتل فإله طبعا المعتل كما شفنا لما تكلمنا عن الجذر، شفنا أنه عنده 6 حالات، وهذه الحالة طبعا تبعا لعدد الحروف العلة التي فيه وموقع هذه الحروف منه، فلذلك فتصير 6، يعني الأول الثاني الثالث، إما الأول إما الثاني إما الثالث، وبعد عندنا الأول والوسط هاي 4، والوسط والأخير 5، والأول والأخير هاي 6. ف6 حالات من المعتل عندنا، وكل حالة منا له شوية طريقة شوية تختلف عن البقية في اشتقاق الاسم الفعل منه. فأنا هنا حطيت كلها وشرحتها وأعطيت أمثلة حتى تكون واضحة يعني للقارئ. فمن معتل الأول، أيوة. شو معتل الأول؟ يعني هو في الحرف الأول فيه هو من حروف العلة، أليف أو الياء. شو نعمل؟ كيف نشتق أو نصنع منه اسم الفعل؟ اسم الفعل. فبهذه الطريقة أنه نسقط الحرف الأول لفظا، أي نحط عليه هذه، شوفوا في الكلمة الأولى نحط عليه هذه الشرطة المائلة فوقه، معناته انتبه هذا الحرف عطل عمله لفظه. أيوة أيوة. كتابة ولكن لا يلفظ، فنعطل الحركة. طريقة اشتقاق اسم الفعل منه يكون عن تعطيل اللفظ الحرف الأول اللي كان أصلا شو كان؟ شوفوا كان فتحة طويلة، كان آخل، تمام. أيوة. فصار ساكن هذا، مو بس ساكن ولكن لا يلفظ. أيوة. أوكي. والحرف الثاني شو نعمل به؟ نعطيه نغير حركته من الكسرة الطويلة إلى الفتحة الطويلة كما كان في المعتل الأول، في السالم. ونعطي أيضا
حركة فتحة طويلة للثالث الذي هو دائما ساكن في الجذر الثلاثي. أيوه. وفي الحالة هو اللام في أيوه. هذه الكلمة اللي أخذتها كمثال، وهي كلمة آخل. هذه الكاف ملينة ومرققة فتلفظ خي. آخل يعني يأكل. أيوه. فتصير خالة. شفتها الألف ولا ذكرناها، الألف الأولى هذه ليش؟ لأن عطلت لفظا، لكن يجب أن تكتب ولكن لا تلفظ، والدليل أنه الشرط المائلة فوقها. خالة يصير أكل أكلا بالعربية. نعم. الفعل أكلا أكل أكلا. أيوه. آخر خالة. المثال الثاني هو الفعل آمر. آمر أليف فتحة طويلة، ميم كسرة طويلة، والراء ساكنة. آمر يعني يقول. تصير مارا، نفس العملية. الأول حطينا شرطة فوق هذه، عطلنا لفظه، والثانية قلبنا الكسرة إلى فتحة طويلة، والحرف الثالث أعطيناه فتحة طويلة أيضا، فصار مارا. كذلك المثال الثالث هو آزل. هنا شفت آزل، أليف فوقها نقطتين طويلة. أيوه. الزين الثاني هو الزين كسرة كما هي العادة دائما في الجذر الثلاثي، والثالث يكون ساكن كما هو في الجذر الثلاثي. من هذا طبعا نطبق نفس القاعدة اللي شرحناها، وهي نسكن الأول ونعطل لفظة بها الشرطة فوقه، والثاني نقلب الكسرة بتاعها إلى فتحة طويلة، ونعطي فتحة طويلة أيضا للحرف الثالث الذي هو ساكن في الجذر، فيصير زال. ألف ما نلفظها، زين عليها فتصير زا، واللام عليها أيضا تصير لا، فالكلمة تصير زال. آزل يعني يذهب، زال ذهابا، ذهب ذهابا. أيوة. والمثال الرابع هو آسق، والتي تعني يصعد. آسق نفس الشيء، جذر الثلاثي هو الأول بتاعه يكون دائما فتحة طويلة، والثاني كسرة طويلة، والثالث يكون ساكن. كل الجذور الثلاثية هيك، فنشتق منه الاسم الفعل بنفس الطريقة اللي قلنا، وهي نعطل اللفظ الأول اللي هو أليف هو مع معتل، وبعدين الثاني نعطيه بدل الكسرة نغيرها إلى فتحة طويلة، سا، تصير هنا سين هي سا. بعدين الثالث اللي هي قاف قوب نعطيها فتحة طويلة قاف، فسي ساقة. آسق ساقة، يصعد صعودا. أيوه. والمثال الخامس اللي هو يبدأ بالحرف المعتل الآخر، مو الأليف. إلى الآن كلها كانت تبدأ بالأليف، الحرف المعتل الأول. هسه عندنا الحرف المعتل الثاني اللي هو يوت يا، أيضا نفس الشيء من كلمة ياتو الجذر يصير تاوى بنفس الطريقة. عطلنا الأول لفظه، والثاني من الكسرة عملناها فتحة، والثالث الساكن أعطيناه فتحة طويلة أيضا، فصار تاوى. ياتو تاوى. جلس جلوسا. ياتو يعني يجلس أو جلس بالعربي، تاوى جلوسا، جلس جلوسا. وهذا النوع من الجذور وهو اسم فعله وكل مشتقاته الأخرى هو موجود في الفصل الثاني عشر أيضا، لوح رقم 2. الأول كان رقم 1، هنا رقم 2. خال. خال. حلو. أيوة. نجي على المعتل الوسط، يعني الفعل الذي حرفه الوسطاني، والثاني هو من الحروف العلة، من حروف العلة، ونشوف له أمثلة. وطريقة طبعا طريقة اشتقاق أو الصنع
ونحن نعمل في عندنا كلمة قديمة هي خشالة. يعني خشالة هي لما ندك الأمور، لأن قبل الصناعة كانت كلها على الأكثر هي بالدق، تمام؟ ما كان في المعامل والمصانع والآلات، فكنا بالدق كان كل شيء يصنعه. فلذلك إلى هسه نحن الصناعة هي خشالة، يعني دك. كلمة دك يدك، ماكو بالمدك، هذه المدخ بالمدخ. ايوه الهاون، نحن نسميه هاون بالعراقي. الدق اللي يدقون به اللحم وغيره وغيره من ذلك. فيصنع او ايضا من الجذر المعتل الوسط، اللي معناه قلنا حرفه الثاني او الوسطي هو حرف علة يكون. واخذت انا اعطيت هنا امثله. قائم، اخذنا فعل قائم ويعني يقوم، قام يقوم، هو نفس الشيء. شوف الحركات نفسه، لانه الجذر الثلاثي كله على نفس الطريقه، مثل بالعربي قال، نام، اكل، كل هيك، جلس، كل. فقائم الأول يكون في الجذر الحرف الأول يكون مفتوح فتحة طويلة، والثاني كسرة طويلة، والثالث ساكن. شو نعمل؟ نسكن الأول، قلنا كقاعدة عامة، فالقواب هنا قاف تصير ق، بلا هذه، بلا هذه. ولكن الثاني إذا كان الثاني هو حرف علة، إذا كان ألف مو يود، لأن يعني عندنا اثنين، لو ألف لو يود الحروف العلة. إذا كان ألف فهذا الألف يقلب إلى ياء. أيوة، بالعربي يقلب إلى واو. قام يقوم، شفت؟ قام قوما. أيوة، قوما يقلب إلى واو. في الآن أو قياما أوقات تقول، ولا قيام لا؟ أيضا أيوة، قام، شوف قياما ألف إلى الياء، بالضبط مثل أشوري. قياما، قام هي ألف الثاني فتصير ياء الثانية. أيوة بالضبط مثل أشوري. قائم تصير قيامة، مو قيامة لا، الأول ساكن، قيا مو قيا. قيا مو قيا. قيامة. أيوة. ومثال آخر هو بائش، جذر بائش يعني يبقى، يظل. يظل، بائش، فيصير بياشة. الأولى تسكن، الحرف الأول يسكن، الحرف الثاني ينقلب إلى ياء مع فتحة طويلة، والحرف الثالث تعطى له حركة وفتحة طويلة، بياشة. والمثال الثالث هو الحرف الثاني المعلة، هو بدل ألف ياء. أنا أعطي مثال حتى يكون واضح لله، وهو كايم. معناه يسود. كوما هو أسود، كوما. كايم يسود، كايم. فعملنا نفس الشيء، الكاف هذه الأولى سكناها هون، والثانية اللي هي ياء مع كسرة طويلة قلبناها إلى فتحة طويلة صارت كيا، والميم الساكنة أعطينا لها فتحة طويلة فصارت ما، الكلمة أصبحت كيامة، وهو اسم الفاعل لجذر الثلاثي كايم. كيامة. هذا النوع من الجذور هو في اللوحة رقم 3 من نفس الفصل 12. هناك يجد القارئ كل الجذور، كل الأفعال من هذا النوع. أوف. أبونا، بس أنا بدي بسأل دائما، هاي القواعد أنت عملتها ولا هي موجودة في كتب أخرى؟ الشرح هذا ما موجود في أي كتاب. لا مش هذا يعني القوائم. لا قوائم أنا عملتها، يا نهار موجودة في أي كتاب. يا نهار أبيض. أبد ما تشوفها في أي كتاب.
لهذا يعتبر من الذين يفهمون، يعني جلس يكتبون يقولون يعني نحن إلى الآن ما شفنا هيك كتاب قواعد هيك مفصل وهيك كل شيء موجود وهالقواعد يعني فعلا انت قمت بعمل جبار. حلو. يلا نشكره فعلا ونشكرك انت كمان. اوكي والشكل الثالث من المعتل هو معتل الأخير، يعني لما يكون حرفه الأخير هو من الحروف العلة أليف أو ياء. عادة هي أليف، ما عندنا حرف أخير ياء أبدا. أوكي. فطريقة صناعة اسم الفاعل منه يكون بقلب ألف النهاية، يعني أليف النهاية، يعني حرف العلة اللي هو بالنهاية إلى ياء. شوف الأليف دائما ينقلب إلى ياء. ياء مسقوفة طبعا، مسقوفة يعني ذات فتحة طويلة نعطيها سقافة وختمه بألف ساكنة. أما الباقي فكما في معتل الأول، يعني شو نسكن الأولى، نسكن الأولى. فعندنا هون مثال كالي، شوف الأليف بالنهايته ثلاث حروف كاف لام أليف. كالي تصير كلايا. شو تعني؟ تسكينه يعني يقف، وقف وقفا. كالكلايا. شفت بالسورة الكهف؟ أيوة ذكر وكالئهم. أيوة يعني وحارسهم أو اللي يوقفهم، يعني لا يخلي حتى لا يطلعون، يوقفهم هو كالك. يعني كالئهم موقفهم. كالئهم أيوة يعني اللي واقف على الباب، الحارس. أيوة الواقف على الباب، اللي يوقف الناس، يوقفهم من لا يخرجوا. هو بالعكس ما يدخلوش، كالئهم، لأنه ما خليش الناس يدخلوا، ومش اللي يخرجوا ولا يخرجوا إلا إذا كان سجن. ممنوع يخرجوا. أيوة، لأن هذول اللي أهل الكهف دخلوا ما الله خلاهم هيك، لا يطلعوا بعد. لا، علشان ما حدش يدخل عليهم. ما حدش يدخل عليهم أيضا، وهم أيضا لا يطلعوا. لا، هم يطلعوا ما يريدوا، بس المشكلة إنه هو بيحرسهم. صح. هو الحارس تاعهم. أيوة، هو كالئهم. أيوة يعني كالئ الرقيب. نعم. الرقيب. فكالئ أبونا، أنا هلا وجدتها. الرقيب، مش قلت لك الرقيب؟ وهو القرآن والرقيم. مش عارف. أيوة، كانوا من وين جت الرقيم؟ ما مش عارفوا شو هو الرقيم. في بالقرآن كلمة الرقيم، وهلا وجدتها. هي رقيب ومش رقيم. رقيب. أيوة رقيب، يعني يحرسهم. الرقيب مراقب. أيوة، اللي يراقبهم. والحارس والرقيب. نعم. مش الرقيب. هلا وجدتها. حلو. يلا أخذت فائدة من هالجسمة. حلو جدا. شفت كيف الكلام بجر كلام؟ صح. لما واحد يفكر بصوت عالي. نعم. غريب الأمر، لما واحد يفكر بصوت عالي يعني عقله يكشف له كثير أمور. عادة يقول تسمح أفكر معاك بصوت عالي. في ناس يقولوا هيك. يعني يقول المسيح مرة ولا بمعنى آخر: ما سمعتموه في الخفاء فاعلنوه على السطوح. أيوة. بس يعني إنه بدل ما واحد يفكر في الموضوع لحاله، بجيب واحد بيحكي له كلام بصوت عالي مشان هذاك ياخذه ويعطي. فهمت علي؟ هو كذلك. نعم. مشان وبعدين الواحد يسمع حاله شو بقول. نعم. فاهم علي؟ صحيح. أنا شفت، أنا هلا فهمت الرقيب. فجأة نور عقلي. هو مو رقيب في القرآن، سورة الكهف. أيوة. أنا هلا بدي أصلحها.
قالوا قسم كانوا 5 وكلبهم 7 أو كلبهم، وقالوا 9 ما يعرفون بالضبط ايش قال. هو ما رقيم ما كانش يعرفوا شو هو الرقيم، كانوا فكوا يعني مرقوم يعني مكتوب او عليه رقم. وحتى ناس يقولوا تعرف شو قالوا الرقيم؟ يعني ريكويم. يعني ايش؟ ريكويم باللاتيني. ريكويم. اوف. ايوه يعني المرحومين مثل ما تقول. ايوه ناس فكروها هاي ريكويم. بس صح، لانه استاذ سامي هذا الشيء يستعمل في عندنا في الدول، في خاصه بالعراق مثلا. رقم مثلا سجله، يعني ختم، ماكو لما واحد يتوفى بعيد عنك يقول رقم سجله. مرقوم. ايوه. شوف اذا جاي من ريكويم هذه. يجوز كمان هيك. يجوز، ما اعرف. يجوز رقم مرقوم. ايوه، حتى بالعسكريه لما كنا يقول رقم، يعني سجله هذا يعني ختم سجله وما عادش حي، مات توفى. الله يرحمه. ايوه. هيك يجوز جت ريكويم. مرقوم هذا السجل. ايوه. شلون تجي الامور مرتبطه مع بعضها. غريب الامور. ايوه. هيك. نعم. فهذا عندنا قلنا المثال الأول كالي تصير كلايا. نسكن الأولى، نقلب الكسرة الثانية لفتحة طويلة، ونقلب الأليف الأخير تنقلب ياء. نعم. قاعدة ياء ونعطيها فتحة، القاعدة العامة، ونختمها بألف، ألف الختام، ألف البركة. ألف البركة. ونفس الشيء شاتي، جذر شاتي يعني يشرب، ومنتهي بأليف، الحرف الثالث هو أليف، حرف العلة أليف، فينقلب إلى ياء. هذا حرف شوفون ياء يصير. ونفس الخطوات حتى كما في السالم، أنه الأولى تسكن، الثانية الحرف الأول يسكن، الثاني تقلب كسرته إلى فتحة طويلة، والحرف الثالث تعطى له فتحة طويلة. طب أنا عندي سؤال أبونا. شاتي هل له علاقة مع الشتاء؟ لا أبدا. هو بتكون بتشتي الدنيا، ما يعني بتسقي بالضبط. شاتي نحن شتاء ستوى، هي الشتاء عندنا شتاء بالآشوري ستوى، وبالقديم سثوى، بالحديث عندنا ستوى. ايوه. شاتي تقول السماء اشتت يعني اسقط الزرع. ايوه اسقط. ايوه شربت الزرع. مش يشرب، راح نجي عليه لما نصير معتدي. مشتي شاتي يشرب، مشتي يسقي. يشرب. حلوة هاي حلوة. خليك معي. راح تجي استاذ سامي. لا مش مهم، انا عايزها هلا. اوكي. اذا مشتي هو مشتي يعني يسقي بالضبط. واللي يشرب شو هو؟ شاتي يشرب. مشتي يشرب أو يسقي. يشرب. أيوة يشرب. شاتي مشتي. حلو. هاي حلوة. مثل نفس الشيء المشكلة صارت مع شرى واشترى. بالضبط. أيوة. وباع وابتاع. ايوه نفس ذاك مجهول معلوم، هذاك طبعا موضوع اخر، ولكن يعني نفس لو شرى واشترى، ما هو ابونا مو مجهول. شرى يعني شرى باع، يعني شرى بمعنى باع. صح وغير شيء. نعم. يعني ابتاع. شيء غريب. شرى يعني باع، واشترى يعني ابتاع، يعني شرى. ايوه ونفس الشيء باع وابتاع. ايوه. نفس الشيء شرب
اشتري شو هذا؟ أكل هي نفس التركيبة. أيوة أيوة نفس التركيبة. أيوة. أيوة طيب. أيوة حلو. حلو حلو. تشاتي اشتايا. وعندنا هنا المثال الآخر كلمة فعل دامي إذا منتهي بحرف العلة أليف، دامي، دال عليه فتحة، ميم كسرة، وألف، دامي دامي. فتصير دمايا، نسكن الأولى، الثانية نقلب حركتها إلى ألف طويلة، والثالث نعطيها سقاپة. هنا الأليفية تنقلب إلى ياء فتصير يا دما دما يا دامي، تصير دمايا. دامي معناه يشبه، دمايا شبها. هل هيك بنقول دمية؟ دمية بالضبط. ليش قلت دمية؟ هي دمية. مش هيك؟ نعم نعم. شوف دمية شبيه. دموتا بالسرياني أو بالأشوري، دموتا يعني شبيه له، شبيه. هيك بنقول تمثال، نفس الشيء مثل. أيوة مثل، طبعا يمثل تمثال. تمثال. أيوة دمية. صحيح. من مثل فهو أيوة تمثال. أيوة مثله. مثل. مثله. أيوة أيوة أيوة. شفت؟ هيك شفت يعني. هناك بعض الجذور منها تشتق كل هالكلمات وأسماء وغيرها. أيوة أيوة. هذا اللي كان علمنا إياه أستاذنا. أيوة في كل اللغات في هيك شيء. أيوة أيوة أيوة. دامي. أيوة دامي يعني يعمل دمية. أيوة دامي يعني يشبه. يشبه. دماية شبها، أيوة يشبه شبها. والمثال الأخير هو قارئ. أيوة قارئ، قاف فتحة، راء كسرة، وأليف هذه الأخيرة الساكنة، فتصير قرايا، تسكن الأولى، الثانية تقلب إلى فتحة كسرتها، والثالثة تعطى لها فتحة طويلة في الحالة لأنه معتل، فالأليف يقلب إلى ياء كما قلنا في القاعدة شرحناها. تمام. قارئ قراءة، وهو يعني قرأ قرأ أو قراءة أو قرأ، قرأ قرأ مو قراءة. قراءة راح نجي على هذا اسم المرة. أيوة 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 أيوة. مثل القرآن. أيوة. بعدين القرآن يعني المقري، القريان، المقروء. المقروء. أيوة. اسم مفعول، مثل كأنه قريان. هلا قريان عندكم هو اسم مفعول ولا فاعل؟ اسم اسم فاعل، مفعول. اسم فاعل، اسم لا فاعل. قريان، قارئ، قراية، قريتا، قرايا، قريانة، مو قريانة، قريانة لا، قريانة هو اسم. اسم شو سمين؟ اسم المصدر، أو الفعل الاسمي. قراءة يعني. شيء آخر. أيوة قراءة بالضبط، قراءة. قريان آه. هي قراءة. فنصير قريانة من كتاوى مثلا بريتا، يعني قراءة من سفر التكوين. عيدها. الكنيسة عيد الجملة. لما يقرأ شماس يقول قريانة من سفر بريتا، دبريتا، قراءة من آه. سفر التكوين. التكوين بريتا. أيوة التكوين أيوة. خليقة يعني خلقة بريتا. أيوة 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 أيوة. قريانة قرآن نفسه. أيوة. وهش هالجذور هذه كلها مكتوب في اللوحة رقم 4 من الفصل 12 اللي تكلمنا عنه. هو أبونا هي التوراة أو الفصول الخمسة الأولى نعم. من التوراة هي تحمل أسماء أول كلمة فيه. صح صح. أي أول الأولى كلمة. براشيد لأنها تبدأ آه، براشيد. أيوة هي أيوة. هذه في العبري. أما في نحن العبري. طبعا في السرياني لا، حسب موضوعها. فالأول هو بريتا يعني خليقة، سفر الخليقة مو تكوين، خليقة. والسفر الثاني هو الخروج، مبقانا، أيوة والسفر الثالث هو العدد أو هذه سمنيانا. والرابع هو سفر اللاويين أو الكهنة، سفر ليواية. أيوة. والخامس هو الأخير هو سفر التثنية. تنيا ناموسة. تنيا يعني تكرار الشريعة. آه. تنيا ناموسة.
ناموس هي الشريعة، تنيا الناموسة، نايا يعني يكرر. أيوة، لأنه أنا اللي لاحظت أبونا في أظن هو اللاويين والعدد والتثنية في كثير مكررات. بالفعل هو التثنية تكرار لكل ما سابق. منيح، يعني ما نفس الظاهر عنا إياه في القرآن. شفت علي؟ هذا هو اللي أقوله، يعني مثل الأناجيل بتكرر بعضها، مش هيك؟ نعم. المواضيع يعني نفس المواضيع تجي في الأناجيل الثلاثة الأولى نفسها، لهذا وحتى الرابع جزء إيزائية. هذه الأناجيل الثلاثة هي إيزائية، يعني إيزاء بعضها. سينوبتيك، أيوة إيزائية سينوبتيك. في أبونا أنا رأيت دراسة بالإنجليزي وبالفرنسي عاملين سينوبتيك للأربع أناجيل. أربعتهم كلها كل شيء موجود في الأناجيل الأخرى. نعم، في 4 أعمدة. نعم. هو تيودوروس هذا عمل هالشيء هذا سنة 170 ميلادية. أيوة. سنة 170 ميلادية هذا تيودور كان لا أوريجين. لا مو أوريجين، لا تيودور. أوريجين لاحق، هو في الدقيقة بس اسمه الملعون دائما يطلع من تطيانوس هذا، أو ترتوليان. لا تيتيان. شوفت بالفرنسي تيتيان تشوفوا؟ لا مش باين، لأنه ما فيش مشاركة. وبعدين تيتيان عمل هذا، شو عمل؟ 4 الأناجيل جمعهم حسب الموضوع، سواهم واحد، كتاب واحد. أيوة. هذا اللي حكى لي عنه أستاذنا. أيوة. هذا اللي حكى لي عنه، بس انتوا حرمتوه هذا لصاحب الكتاب. لا نحن كنيستنا استعملتها هذا ل6 قرون. في 6 قرون الأولى نحن كان نستعمل بكنيسة هذا، وإلى اليوم ليوم الجمعة القيامة نستعمل هذا. الشيء اللي يقولوا عن العشاء الأخير والقبض على يسوع وسجنه وتعذيبه كلها. يعني شو يعني الموضوع هذا؟ موضوع مثلا موضوع الصلب شو قال عنه متى مذكور، وبعدين مرقس نفس الشيء مذكور، وبعدين لوقا، وبعدين يوحنا. فجمعهم حسب الموضوع. أيوة. تيماتيك. وهذا الشيء بعدين بعدها ب 11 قرن عملها عبديشوع الصوباوي، عندنا أيضا واحد من الكتاب الكبيرين للكنيستنا. عمل شو عمل؟ القوانين السنهادوسية أو السنودوسية، أو القوانين يعني الكنسية حسب المجامع الكنسية اللي أخذتها. فكل القوانين اللي كانت سنتها كنيستنا طبعا إلى يومه هو عاش في 1250، وضعها حسب الموضوع، مو حسب التاريخ. أيوة. فكل القوانين يعني بنودها مثلا تتكلم عن الزواج كله وضعها مع بعضها. وأنا عندي نسخة كبيرة مخطوطة باليد مكتوبة. نعم باليد مكتوبة، بس حديثة مو قديمة، مكتوبة باليد، منقولة طبعا نقل عن أخرى هيك. فعندي نسخة، وهو كتاب كبير جدا، كبير يعني قطع كبير جدا. أشوف لك إياه بعدين بعد الحلقة. حلو كمل. حلو جدا. نعم. فهذه طريقة يعني كانت موجودة، قصدي يعني قديمة. هذه أول واحد. وهذا تيتيانوس نحن نسميه تطيانوس، هو آشوري، هو نفسه تيتيانوس الآشوري، وموجود حتى هون بالفرنسي السيريان الآشوري. هذا عمل طبعا بس كتب لأنه كان عايش في أنطاكيا، كتب باللغة اليونانية أول شيء. وأنا عندي هون بالعربي والفرنسي.
حلو. الترجمة العربية يقال أنه في الجيل الخامس الرابع ترجموه إلى العربي أيضا، وترجموه مترجم إلى كثير من اللغات، إلى القبطي إلى لا أنا بدي أسأل، هو ترجم العربي في القرن الرابع أو الخامس الميلادي؟ يمكن السادس الخامس ما أتذكر، بس يعني هيك يعني في هالفترة هذه. معناته هذا ربما اللي استعملوا القرآن هو. جائز. ايه جائز. شوف لي اذا متوفر على الانترنت. شوف شو اذا متوفر. وبدي اساله لابونا حنا لانه هاي امور بتهمه. راح اشوف لك هو بعدين، احكي عنه، اشوف لك هو. تكتب لي العنوان لانه اذا موجود أيوة بدي اعرف مشان اكتب لابونا. يقول هون: وهو الانجيل الذي جمعه تطيانوس من المبشرين الاربعه، يحوي نصه العربي مصححا مستخرجا الى الفرنسيه، معارضا بالترجمات السريانيه القديمه، مذيلا باناجيله دياتسرون السريانيه، بأناجيله عن الدياتسورونية من هذا النوع السريانية، مضافا إليه 4 رواميس خارج النص. على كل حال هذا تعرف منه عملوه حققوه. وهذا الأب مرمرجي الدومينيكي، أحد أساتذة المدرسة الكتابية والآثارية الفرنسية في القدس. شو اسمه؟ ما أعرف، أليف سين، الأب أليف سين مرمرجي ما أعرفه. الدومينيكي. هذا كان طبعا سنة 1935. حلو. ايوه حلو. تبعت لي عنوانه. وهذا هو كان انجيل كنيسة المشرق او النسطورية سموها بعدين في شو اسمه، قلت لك انه في العصور الستة الاولى ما كانوا يستعملون الاناجيل الاربعة الاخرى، كانوا يستعملون هذا في الكنيسة. حلو تعلمنا. تفضل. اوكي. فهذه قلنا موجودة هاي في المعتل الأخير. بعدين نجي على النوع الآخر من المعتل الثلاثي، وهو معتل الأول والوسط. يعني في هناك حرفين معتلين به، هو 3 حروف، 2 منها معتلة، الحرف الأول والحرف الوسطاني. فهذا يكون طريقة اشتقاق اسم الفعل منه يكون بتسكين الحرف الثاني مو الأول، شوف قد هي أول، ويعطى حركة إسقاط أو فتحة طويلة للحرف الأخير. أيوة. الحرف الأخير، وإضافة ألف الختام، ألف البركة. وقلت أنا سابقا أنه عندنا فقط فعل واحد من هالنوع هذا، وهو فعل يائر. شوف، ياء الأولى والألف الثانية، اثنيناتهم من الحروف العلة، هي يائر ومعناها يجرؤ. فتصير يارا. شوف سكننا الثاني الأليف هذه يارا. أيوة. خلينا الأولى كما هي على فتحتها الطويلة. عكس إلى ما عملنا إلى الآن. هذا موجود أيضا في اللوح رقم 5 من فصل 12. عندنا هذه ياء. شوف في الكتاب المقدس اكو يائير، اسم يائير. ايوه شو هو معناها نفسه او لا؟ هذه ما اقدر ما اعرف. ايوه. اوكي. وعندنا ايضا النوع الاخر المعتل، اللي هو معتل الاول والاخير، يعني حرفه الاول والاخير، مو الاول والوسط ولكن الاول والاخير. فهذا يكون اشتقاق الاسم الفعل منه بإسقاط الحرف الأول، مثل ما كان بالمعتل الأول، تذكر إسقاط الحرف لفظا لا كتابة، وتغيير حركة الثاني إلى إسقاطه كالقاعدة العامة، وتحويل الثالث إلى يود مسقوفة، إلى يود ذات فتحة طويلة، وإضافة ألف الختام. فعندنا مثال يا بي. شوف عندنا يا بالبداية هي يود، هي حرف علة، وأليف بالنهاية حرف علة، الوسط هو بي حرف سالم. فيا بي هو الجذر، يصير بايا. شوف الأولى يا ما تلفظ، عليها شرطة طويلة هذه، والثانية سقابة عليها فتحة طويلة، الكسرة تصير فتحة، والثالثة هي ألف تقلب إلى ياء وتعطى فتحة طويلة وتختم بالألف الساكنة.
وشو معناتها؟ يا بيبا يعني يخبز خبزا. يخبز. يا بيبا. ايوه ايوه ايوه. والمثال الاخر لهذا النوع هو آتي أليف تاء أليف، حرفين ساكنين، هو أليف اثنيناتهم. آتي يعني يأتي. شوف آتي يأتي. أتى. آتي. تايا تصير الأول يسقط من اللفظ على شرطة الأليف. التاء الثاني تقلب كسرته إلى فتحة طويلة، والثالث اللي هو أليف تقلب ياء، يقلب إلى ياء ويعطى فتحة طويلة كالقاعدة العامة، ويختم بألف البركة. تاي. هذا الفعل جاء في القرآن. تايا. وأتوني طوعا أو ما أعرفش إيه. وأتوني، فتكتب على الألف بالبداية، آتوني فأتوني، يعني نفس الشيء، بس هو يعني ما حذف ما سكن الألف. هو بالسريان القديم والعاشور القديم أي تولي. أعتوني أي تولي. أي تولي. أيوة. موجودة بالمزمور. أي تولي أي تولي أي تولي أي تاول مريا بني دخرة، يعني ائتوا للرب بنو الذكور، يعني الكباش. الرب الكباش. ايتاو المرية بن يدخل، ايتاو المرية تجبختها ويقارة، ائتوا الرب او اعطوا الرب التسبيحة والاكرام. اوكي، هذا مزمور طبعا. آتي تايا. المثال الاخير هو يامي، ايضا يبدا باليوت وينتهي بالاليف، هذه حرفي العله. يامي ويعني يحلف، حلف، يقسم، يحلف. يامي ما تصير الياء تسكن وتعطل لفظا، وبقية نفس القاعدة، تصير فتحة طويلة فتحة طويلة، الألف للياء مع فتحة طويلة. مايا ما لهاش علاقة مع مع لا يامي مايا. مع ما أظن، لا يما هذيك يامي يما يامي ما أعرف، جائز، بس ما أعرف، ما أظن لها علاقة مع إما لأنه بالقديم إما للأم إما. أيوة. هذه يامي. أيوة. طبعا لها شوية علاقة بالأمانة. أمين. إيه. لها شوية هيك، راح نشوف بعدين. هيك هذه احنا يقولوا عندنا الفلاحي وما يعني احلف بامي. اظن هم يقولوا هيك. يامي مايا. وابوي وراس ابوي، احنا نقول وراس ابوي وراس امي. العراقيين ايضا يستعملوا راس ابوي وراس امي، وحتى بالاشوري احنا يقول احلف على راس ابوك. ايوه، نحن نعرف بريش البابي هيك، بريش يمي، براس ابويا براس امي. كله بس لا تحلف على راسك لانه ما عندك راس. لا يقول له احلف على راس ابوك. يقول له عندنا احلف على راس ابوك. يعني هيك القسم نعم نحن يقسمون حتى براس نفسه، يقول بريشي براسي. براسي. ايوه، على امل يكون براسه شيء. ايوه يلا نكمل. حلو. اوكي، حلو. هسه نجي للاخير، النوع الاخير من المعتل، وهو معتل الوسط والاخير. ويكون طريقة اشتقاق اسم الفاعل منه بتسكين الحرف الأول كالقاعدة العامة، وتغيير حركة الثاني إلى فتحة طويلة نفس القاعدة العامة، وقلب الأخير إلى يود مسقوفة بدل الألف،
إلى يود معها حركة طويلة وإضافة ألف في الختام، ألف البركة. والمثال الذي عندنا هو خاية خيايا. شوف هاي الألف الأخيرة صارت يود أيضا هون، يود مع فتحة طويلة، والأولى سكنت اللي هي خيت، هنا خيت. خيا يا خاي خيا يعني يحيا، يحيا حياة حيا، يحيا حيا حيا يحيى. أما إذا كان الحرف الوسط ألف مو يود مثل هذه وليس يود، فيقلب إلى يود أيضا، فتصير نفس الشيء. شوف لا إيه شوف هي ألف ألفين، الوسط ألف والأخير أيضا ألف. فتصير يقلب الألف هاي الوسطانية إلى يود، مع سقافة مع فتحة طويلة، فتصير ليا يا، والأخير طبعا يقلب إلى يود والمعزة، فتصير ليايا. لا إيه ليايا، ليايا. لا إيه ليايا يعني يرثي رثاء، يرثي، رثى رثاء، يرثي على الميت، ماكو يرثي الميت. ايوه هاي مراثي أيوب رثاء. اوكي. مراثي أيوب لا مراثي أرميا، عفوا مراثي أرميا أوليات رمية، أولياثة رمية بالصبيان القديم، أولياثة رمية، أولياثة. ايوه وهي موجودة برقم لوحة رقم 7 في نفس الفصل الأخير. هنا يكون انتهينا من اسم الفعل. ما أعرف إذا صارت الساعة إلى الساعة. أيوة هلا صار الساعة. حلو جدا حلو جدا. هنا حتى بعدين في الحلقة القادمة الحلقة اللي بعدها حالا نكمل. هلا نتوقف دقيقة فقط. بدي أشكر أبونا شمعون على هذا الدرس الرائع فعلا، واكتشفنا فيه أمور كثيرة وثقفنا كمان. وأرجوكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الحلقة القادمة. أبونا خذ راحة شوي.